الموت هو الحقيقة الوحيدة اللي كلنا متأكدين إنها جاية، بس ولا واحد فينا متأكد هتيجي إزاي. من أول ما الإنسان عرف يعني إيه حكاية هو بيحاول يفهم النهاية، ليه بنموت؟ وهل الموت هو النهاية فعلا ولا مجرد باب بنعدي منه؟ السينما دايما كانت مراية لأسئلتنا الكبيرة، والسينما المصرية بالتحديد ما كانتش بتتعامل مع الموت كخبر في نشرة لكن كحالة إنسانية. إحنا دايما بنعيش كأن الموت هو فكرة بعيدة، حاجة بتحصل وهتحصل دايما لناس غيرنا وفي وقت وميعاد غير ميعادنا. بنفضل نعيش ونخطط لبكره وكأن في اتفاق غير معلن بيننا وبين نفسنا ان النهايه مش دلوقتي، بس الحقيقه ان الموت مش واقف في اخر الطريق. الموت دايما ماشي جنبنا، دايما موجود في بيتك ودايما موجود بين اصحابك ودايما موجود بين ناس بتحبهم وما بقوش موجودين. يمكن عشان كده السينما كانت دايما بتحب انها تحكي عن الموت، مش عشان تخوفنا بس عشان تنبهنا. السينما المصريه تحديدا ما قدمتش الموت على انه وحش ولا كعدو مباشر، على قد ما قدمته كسؤال اللي هو انت كنت عايش بتعمل ايه، ولو قلت لك ان انت هتموت قريب هل هتكمل حياتك بنفس الطريقه، ولو النهايه قربت هل انت راضي؟ في افلام الموت فيها بيبقى تقيل وصامت، حاضر من غير ما يتكلم، وجوده لوحده كاف ان هو يكسر الانسان من جوه حتى لو مش هو اللي مات. وافلام تانية الموت بيسيبك شويه عشان تشوف نفسك من بره، تشوف حياتك من غير اقنعه ومن غير ما تبقى قادر انك تدافع عن نفسك. وفي افلام تانية الموت مش بيجي عشان ياخدك لكن علشان ينبهك، وكانوا بيقولك لسه في فرصة. الحلقة دي مش محاولة اننا نفهم الموت على قد ما هي محاولة اننا نفهم ازاي السينما المصرية قدرت تستخدم الموت علشان تحكي عن الخوف وعن الندم وعن الانسان لما يكتشف ان العمر عمره ما كان مضمون، وان الخوف من الموت اقسى مليون مرة من الموت نفسه. في تجربة اتنفذت على شخص محكوم عليه بالإعدام، قالوا له إنك هيتم إعدامك عن طريق إننا هنصفي دمك. حطوه في مكان الإعدام وغموا له عينيه وركبوا حاجة في إيده، بس ما نفذوش حكم الإعدام بالطريقة اللي اتقال عليها. الحقيقة إنهم خلوا نقط مية تنزل جنبه على الأرض. هو فضل يسمع النقط دي وعنده اعتقاد تام إن ده فعلا دمه بيتصفى، والشخص ده مات من الخوف من غير ما يتنفذ عليه حكم الإعدام. وده أكبر دليل إن الخوف من الموت أصعب من الموت مليون مرة. كبداية عايز أتكلم عن فيلم السقا مات، والفيلم ده مش بيتكلم عن الموت بالشكل اللي احنا متعودين عليه. مفيش جريمة، مفيش حادثة مفاجأة، مفيش موسيقى تخوفك. الفيلم بيحكي عن راجل بسيط جدا، سقا، بيمشي في الشوارع يوزع المية على البيوت وبيعيش حياة هادية وشبه منسي. بس المشكلة إن الراجل ده خايف، مش خايف من حد ولا خايف من الفقر ولا خايف من الظلم في عز ما هم كانوا عايشين في الظلم كله. هو خايف من حاجة واحدة بس، الموت. بعد وفاة مراته فكرة الموت بتلزق في دماغه، بيبقى شايفها في كل حتة حواليه، في الشارع وفي الناس وفي نفسه. ولما بيتعرف على راجل تاني شغله قريب جدا من الموت، مش قريب، ده هو عايش جوه الموت نفسه، بيشوفوا الميتين كل يوم اكتر ما بيشوف نفسه اصلا، بتبدأ الحكاية الحقيقية. من هنا الفيلم ما بقاش عن احداث، بقى عن حالة، عن ان ازاي الخوف من النهاية ممكن يسرق منك حياتك وانت لسه عايش عادي. السقا مات بيورينا ان احيانا الموت ما بيقتلش الانسان، الخوف من الموت هو اللي بيعمل كده. وده اللي خلى الفيلم ده واحد من اهم الافلام السينما المصريه اللي واجهت فكره الموت من غير صريخ ولا مبالغه ولا استعراض، بهدوء قادر ان هو يكسرك. شوشة السقا اللي مهمته هي ابقاء الناس دايما على قيد الحياه بالميه اللي هي شريان كل حاجه، هو نفسه ميت، على عكس شحاته مطيبات الجنازات اللي بيمشي في الجنازه وشغلانته بتحتم عليه انه كل يوم يبقى بين الميتين. هو عايش اكتر واحسن مليون مره من شوشه اللي هو المفروض بيعيش وبيعيش الناس. مشكله شحاته انه فاهم الدنيا غلط، هو اتعود على الموت زياده عن اللزوم فما بقاش خايف منه، وده بيسبب حاله من حالات ركود المشاعر ضد اكتر حاجه المفروض الناس تبقى خايفه منها وهي الموت. فبيخليك مش خايف من حاجه، اصل انت لو ما بقتش خايف من الموت هتخاف من ايه؟ فبيتحول شحاته لانسان عايش حياته بس، بيعمل كل حاجه هو عايزها ومش فارق معاه الصح من الغلط، وشعاره الاول والاخير هي ان الحياه انت هتعيشها مره، اعمل اللي انت عايزه. وعلى الجانب الاخر الخوف من الموت مع شوشه سرق منه حياته وهو عايش. اجوا السجانين وخدوني وحطوني بهالشيء اللي عم يتحرك يلي هو ممكن يكون سياره باص ما حدا عارف شو بالضبط كان، وبعدين حطوني بهالطريق وضعيه السجود راسي على الارض وبدن هون يعني يعدموني. انا مغمض عيوني وشد كتير حتى لانه ما بدي اشوف كيف رح موت، وكمان خايف يعني عن جد خايف. يعني الواحد بده يموت، هي مرة بهالحياة خاف معلش، يعني ما بخجل انك تخايف. يمشي هالضابط وراي بعدين وقف هالضابط فجأة قال لقم
كل هالبواريد عم تلقى مراية، يعني هيبة. قال له سدد، وهون تحركت البارودات شوي، كله موجه علي على ما أعتقد، يعني أنا كنت راسي بالأرض، وقال نار. هو يحرق أخت قديش كان الموت حلو. لو بعرف إنه أنا الموت ما بموجع كنت مت من زمان. عوصونا ومتت وما وجعني شي خالص. بعد فترة وأنا هون مباشرة دماغك لأنه تعلم وأنت صغير إنه في جنة، مباشرة أول ما أوصوني ومتت صرت أتخيل حالي ماشي هيك بكان مكان أبيض، إضاءة عالية كتير يعني تعرف، وفي باب كبير رح أفتحه هونيك رح فوت على الجنة. بتعرف أنت المنام الحلو ما بيخلص إلا الوقت البشع. لكن السؤال الحقيقي بيبدأ هنا، ماذا لو مت فعلا وجات لك الفرصة انك ترجع وتشوف حياتك وانت مش موجود فيها؟ وهنا بننتقل من الخوف من الموت للموت نفسه في فيلم على جثتي. على عكس السقا مات، هنا الموت مش تقيل ومش ساكت ومش واقف في ركن زي ما بنشوفه في السقا مات. هنا الموت غايب. بطل الفيلم رؤوف ما ماتش فعليا لكنه اختفى، دخل في غيبوبة وساب الدنيا ماشية من غيره. ومن اللحظة دي الفيلم بياخدنا لفكرة بسيطة جدا ولكنها موجعة اكتر بكتير من اي حاجة. ايه اللي ممكن يحصل في حياتك لما انت ما تبقاش موجود؟ رؤوف بقى شايف كل حاجة وسامع كل حاجة بس مش قادر يتدخل في اي حاجة. واقف بيتفرج على الناس اللي كانوا وسطه وكان وسطهم وكان فاكرهم قريبين منه، وناس ما كانش واخد باله منهم اصلا. على جثتي بيستخدم الكوميديا مش علشان يضحكنا عن الموت لكن علشان يقربنا منه، يخليك تتعامل من غير ما تحس انك داخل فيلم كئيب. ودي كانت محاولة من وجهة نظري يعني يائسة بشكل كبير، لأن الكوميديا كانت ضعيفة شوية فغلب على طبع الفيلم كله الحزن. حتى ألوان الفيلم جميلة جدا وبروزت حالة الحزن اللي في الفيلم. في بعض إفيه ممكن يضحكك بس في وسط ده كله الموضوع كان صعب شوية. تخيل إنك شايف كل الناس اللي كانوا أهلك وحبايبك وهم كلهم بيكرهوك وإنت مش قادر تتدخل في أي حاجة، وبتجيلك الفرصة أكتر من مرة على مدار الفيلم إنك تقدر تصلح حاجة وتكتشف إنك أندلتها أكتر. هنا الموت مش نهاية ولا رعب، ده فرصة انك تشوف نفسك زي ما الناس كانت شايفاك وتسأل السؤال اللي محدش بيحبه: هل وجودي كان فعلا فارق ولا غيابي هو اللي كشف الحقيقة؟ اللي مميز على جثتي انه ما بيخوفكش من الموت، هو بيخوفك من اللي ممكن تكتشفه بعد ما تموت. رؤوف وهو في الغيبوبة بيعمل حاجة احنا كلنا نفسنا نعملها ولو مرة، بيقف يتفرج على حياته من بعيد ويشوف مين زعلان عليه ومين مكمل عادي ومين كان مستحمله مش اكتر علشان مصلحته. وهنا الفيلم بيبدأ يوجع بقى بس بهدوء تماما. والكوميديا هنا زي ما قلت لك مش هزار وخلاص، هي كانت وسيلة دفاع علشان الحقيقة اللي بتظهر ما كانتش سهلة. الفيلم كان دايما عايز يكسر اللي بيحصل كده بس انا بالنسبة لي هو ما قدرش يكسر حاجة. الفيلم بيقول لك لو انت فاكر ان وجودك مهم عمرك جربت تشوف الدنيا وهي ماشية من غيرك؟ اقرب الناس ليك ممكن يطلعوا مختلفين عن اللي انت كنت مفكره، وناس ما كنتش شايفهم يطلعوا اصدق ناس ممكن تشوفهم في حياتك. وعشان كده الموت في على جثتي مش نهاية ولا حتى كانت مأساة، ده كان امتحان لعلاقاتك ولصورتك عند الناس ولحياتك نفسها. وفي الاخر لما رؤوف بيرجع هو مرجعش شخص جديد، هو راجع شخص شاف الحقيقة. والحقيقة هنا كانت بسيطة جدا، انك وانت عايش ممكن تكون غايب بالنسبة لقلب ناس كتير. وده بيخلي على جثتي مرحلة وسطية بين رعب الموت وبين الانذار. وعلى سيرة الانذار، السينما ما بتسألش انت هتموت ازاي، دي مجرد حاجة بتحصل كده في سياق الاحداث، لكن بتسأل سؤال اخطر: انت عايش لمين وعايش ازاي؟ على جثتي ورانا ان الغياب ممكن يكشف الحقيقة أكتر من الحضور، إنك لما بتختفي بتشوف الناس على حقيقتها وتشوف نفسك من غير مجاملات، وبيديلك فرصة لحظية إنك تغير أي مشكلة بتحصل. لكن السؤال بقى، ماذا لو أنت غلطت خلاص ومفيش فرصة إنك تصلح في وقتها، تصلح بعد سنين، والمدة اللي أنت هتصلح فيها دي أيام معدودة المفروض فيها إنك تصلح أخطاء عملتها على مدار سنين كتير. وهنا السينما بتنقلنا من فكرة الغياب لفكرة أخطر بكتير، إنك تكون عايش وعارف إن العداد شغال. وده اللي هنتكلم عنه في فيلم حلم عزيز. بعد الخوف في السقا مات وبعد الغياب الكاشف في فيلم على جثتي، السينما المصرية تاخدنا لمرحلة أخطر شوية، مرحلة إنك تكون عايش وعارف إن الوقت بيخلص. في فيلم حلم عزيز الموت ما بيجيش فجأة ومش بيختفي شوية ويرجع، الموت هنا بيبعت رسالة: عزيز شاب ناجح، فلوس ونفوذ وشكل حياة من بره تمام جدا لكن من جوه في حاجات كتير غلط. هو ناسي ربنا، ناسي آخرته، نموذج الإنسان اللي معاه فلوس مش عارف يوديها فين وبيبقى ناسي أصلا اللي في نهاية الحياة دي، بيبقى مفكر إن هو مخلد. وفجأة بيبدأ يشوف أبوه المتوفي في الحلم
خيال، مش ذكرى حنينة ولا حلم عابر، لكن صوت تقيل بيقول له بوضوح راجع نفسك، لأن اللي جاي مش مضمون. من اللحظة دي الفيلم بيتحول من حكاية لعداد، كل حلم بيزود الإحساس إن الوقت محدود أكتر وأكتر، وإن كل تصرف ليه حساب، وإن أي تأجيل ممكن يأجله ممكن ما يعرفش يعوضه تاني. حلم عزيز مش بيخوفك من الموت، هو بيخوفك من فكرة إنك تصحى متأخر، إنك تكتشف إن كان عندك وقت تغير وما اتغيرتش، وهنا الموت ما يبقاش نهاية، بيبقى إنذار. والسؤال اللي الفيلم بيسيبك معاه بسيط بس صعب جدا: لو عرفت إن الوقت قليل كنت هتعيش نفس الحياة ولا كنت هتتغير؟ واللي بيميز حلم عزيز إنه ما بيطلبش منك تفهم رموز بقى معقدة ولا تدخل في أساطير، الفيلم بيكلمك بطريقة مباشرة تماما. عزيز شخص مش شرير بمعنى الكلمة، هو شخص مستسهل الغلط ومستسهل الظلم ومستسهل الأنانية. وظهور أبوه المتوفي مش عشان يخوفه، كان عشان يفوقه. أبوه مش جاله في الحلم ينتقم منه، هو جاي يقول له الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها: الوقت مش في صفك والنهاية قربت. ومن هنا بيبدأ الصراع الحقيقي، مش مع شخص ولا مع مجتمع، اللي هي الصراعات اللي هو عاش عمره كله فيها. المرة دي الصراع مع عزيز نفسه. هل التغير اللي عزيز بيعمله نابع من خوف من الموت ولا نابع من رغبة انه يبقى انسان احسن؟ والسؤال ده مهم لان الفيلم ذكي بما فيه الكفاية انه مش بيديك اجابة جاهزة. حلم عزيز بيقولك ان عزيز احيانا ما بيتحركش غير لما يحس ان النهاية قربت، ويمكن دي اقصى فكرة في الفيلم. انت لما بيبقى عندك امتحان بكرة بتبقى عمال بتلف حوالين نفسك وبتذاكر مع انك كان قدامك السنة كلها. تخيل بقى لو ده مش امتحان، لا ده انت هتموت، مطلوب منك تلم منهج السنة كلها، مش السنة كلها، تلم حياتك كلها في مدار بس اسبوع. على عكس على جثتي اللي كان فيه فرصة انك ترجع وتصلح. رؤوف بعد التجربة المريرة دي صحى وكان عنده الفرصة انه يظبط كل حاجة هو بوظها قبل ما يمر بالتجربة دي. لكن حلم عزيز بيلعب على حاجة اخطر بكتير: ماذا لو الفرصة نفسها مؤقتة؟ وهنا الفيلم مش بيركز على الموت على قد ما بيركز على المسافة الصغيرة بين انك تعرف الصح وانك تعمله. والفيلم في الاخر مش بيقولك انك تبقى ملاك، هو بس بيسألك امتى ناوي تبقى صادق مع نفسك. الانذار ده مش مجرد فكرة في فيلم، ده انعكاس لحقيقة كل واحد فينا، ان الحياة قصيرة وان الفرصة لتصحيح اخطائنا مش مضمونة. الموت مش مجرد نهاية ولا لحظة صدمة ولا حدث فجائي، لكنه في السينما كان مراية لحياتك ولكل اللي انت عشته. كل حاجة انت عملتها بتيجي تتجمع عليك في اخر لحظات. يمكن احنا في حياتنا مش بنخاف من حاجة في الدنيا كلها قد ما بنخاف من الموت. يعني مثلا احنا المفروض نخاف من النار اكتر من نخاف من الموت بكتير، لكن احنا ما نعرفش حد داخل النار، ما نعرفش النار دي عامله ازاي اصلا. احنا بالنسبه لنا ده مجرد تخيلات بنقرا ومخنا بيفاجولي النار دي ممكن تكون عامله ازاي، لكن احنا عمرنا ما خفنا من النار زي ما بنخاف من الموت. ببساطه لان اي حد بيتفرج دلوقتي هو كان ليه حد مات، كان ليه حد معاه ايا تكن درجه القرابه اللي بينهم لكنه مات، فهو عارف مدى صعوبه الموضوع ده. حد يبقى جنبك ومره واحده يختفي، لكن الشخص ده بقى دخل الجنه ولا دخل النار انت ما تعرفش. فالموضوع غريب بحيث ان احنا المفروض نخاف من النار اكتر من نخاف من الموت، بس اللي بيحصل هو العكس. من السقا مات اتعلمنا ان الخوف ممكن يسرق حياتنا قبل الموت نفسه، وفي على جثتي شفنا الغياب اللي بيكشف الحقيقة عن الناس وعن نفسنا، وفي حلم عزيز عرفنا ان الوقت مش مضمون وان كل فرصة للتغيير لازم نغتنمها قبل فوات الاوان. الحياة قصيرة والفرصة قدامنا مرة واحدة، والتلات افلام بيطرحوا علينا نفس السؤال لكن بأوساط مختلفة: انت ناوي تعيش ازاي؟ بس كده، ده اللي كان عندي. لو وصلت لحد هنا ما تنساش انك تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عايز انك تشوفني بشكل اكبر من يوتيوب ولمده زمنيه اطول انا موجود دايما على الانستجرام. وصحيح احنا وصلنا 20,000 كونجراتيوليشنز والحاجات دي، وبس كده.